شباب وصبايا، ليطلع معكم أطيب بر مع الأصول احضروا الفيديو للآخر. بدنا نعمل قطر لحتى يبرد. عندي هون كاستين سكر، بدي احط لهم كاسة ونص مي، يعني عيارين سكر عيار ونص مي، وهاي النص كمان، ونحط لهم شرحتين 3 ليمون رقاق، وبنشغل تحته لحتى يغلي القطر. هلا بس غلى عندي بحط له معلقة سمنة هيك صغيرة، أقل من معلقة. وإيش بدنا نعمل هلا؟ بنضاعف الغاز تحته 10 دقايق وبنشيله عن النار. لعجينة البرما عندي هون كيلو طحين، بدي له معلقتين سمنة، هاي وحدة، هاي التانية مثل ما شايفين هيك معالق معرمة. والسمن إذا حيواني بيكون أطيب وأطيب طبعا، والنباتي بيمشي الحال، بس الحيواني نكهته أطيب. زيت نباتي نص كاسة، حليب بودرة معلقتين بدي، قطر معلقة 2. هذا القطر على نفس العيار اللي شفتوه. واللي بدي يحط، اللي ما عنده قطر بارد، ايش بيحط معلقة سكر فانيل ظرف واحد، يعني 8 جرامات. بيضة وحدة. هلا بدنا نفرك هالمواد كلياتها مع بعضها، الطحين مع هالمواد فرك هلا. ايوه هيك لحتى تدخل السمنة مع البيض مع الزيت مع الكل. بعدين بدنا ننزل في المي، وهيك خلصت عنا فرك. شوفوا كيف طلعت عنا العجينة، هي بس فركنا هالمواد في الطحينات. هلا بدنا نحط لها ميتها. هاي عندي هون 200 ميلي مي لنشوف شد تاخد معنا العجينة، يعني كاسة 200 ميلي. وعالزود يمكن نحتاج شوي، وبنعجن فيها هلا. هيك العجين بده يصير. هلا 200 ثانيات كاسة مي ثانية. هيك خلصنا عجين، وهي القوام تبع العجينة. هذا هو هيك بده يكون، يعني اقل مي شوي اكتر مي شوي، على هالاساس اشتغلوا على هالعجينة. هيك بدها تكون. امورها تمام، ما لزق شي على ايدي. هي العجينة اللي بدنا اياها. هلا بدنا نقرصها، والتقريص هيك طابات، يعني هيك لم. ايوه هلا هيك خالصة في صينيطة كلياتن بدنا نحطهم. بدنا نلبسهم بكيس نايلو كل الصينية، تريحهم شغلة 10 دقايق بس لنفرم الجوز، يعني لتجهيز الحشوة. بدي هون نص كيلو جوز مطحون هيك وسط، تمام. نص كيلو. بدي له سكر بودرة معلقة 2 وشوي، يعني معلقتين ونص كبار سكر بودرة. قرفة معلقة صغيرة معرمة ونص. أعطيه ما زهر معلقتين، واللي بدي يحط أكتر يحط، واللي بدي يقلل أقل يقلل، يعني حسب الرغبة. وبس هيك بنحركهم مع بعضهم، وبتكون حشوتنا جاهزة، وعجيننا ارتاح وصار جاهز للشغل. هون 10 معالق طحين، بدي لهم معلقتين نشا، هاي معلقة وهاي التانية. معالق معرمات حتى الطحين بنخلطهم مع بعضهم. بنرش أرضية الطاولة عنا طحين ونشا اللي عملناهن، والعجينة كمان بنغطها في الطحين هيك، وبنبلش فيها فتح في الايدين هيك، لحتى ما بقى نقدر نفتح في الايدين. بعدين ايش بدنا نفتحها بالشوبك، بنبلش فيها بالشوبك لحتى كمان ما بقى نقدر نفتح فيها في الشوبك. بعدين نفتحها باللافوك هيك، يمين يسار الفتح بدي يكون. قد عنا هيك بالشوبك، ما بقى بتاخد رق اكتر من هيك. هلا بدنا نشتغل فيها بهالعصاي، بنلمها هيك وبنبلش فرد هيك مشان ترق معنا على السوا. هذا الرق هيك ضروري جدا. اخذناها هيك بالطول. هلا ايه بدنا ناخذ بقى بالعرض مشان تطلع معنا مدورة. كمان بناخذها يعني 4-5 ادوار هيك، بده يضل الشغل فيها لحتى ترق معنا. بنرشلها هيك رشة نشا بس وطحين يعني، بس هيك حسيناها عم بتلزق معنا على بعضها، وبنرجع بنكافي تقدم ومسير هيك.
هلا ولا تطلع معي مدورة على السوا مثل هون هيك ما أنا مدورة، بلف العجين باللافوق بالجهة المقابلة للمانو مدور، وببلش برق فيها مشان تتدور عندي على السوا. هيك معناتها ايش؟ عجينتنا خالصة، هيك امورنا جيدة جدا. هذا هو علمت عنا، بين كل شي تحته، يعني عجينتنا رائعة جدا. هلا بدنا نجي فيه على التقطيع. التقطيع بدنا نشتغل فيه على 10 سنتي تقريبا، بشي ما يجرح عنا الطاولة تحت، يعني بهذا المقطع او بسكين او اي شي بدكن قطعوا فيه على عرض 10 سنتي تقريبا. حطينا الحشوة عنا، بنلمها هاللمة هيك مشان ايش؟ يلم عنا العجين وما يعلق عنا. هلا بنلم العجين عنا من على الطرف على حرف الجوز يكون من الطرفين نفس الشي، وبدنا ننتبه هون الاطراف ما بدي يوصل علي الجوز من الميلين. على هاللمة هيك الجوز العجين. هلا بدنا نضب العجينتين على بعضهم، والتسكير هيك كل القطبين بدنا نشتغلها، بنسكر فيهم على ما هن ومنعص وبس هيك. يعني هذا هو شكل البرمة مع البرمة تبعيته بالصينية. هلا بنرجع بنكبسهم كلياتهم، كل القضيب يعني بنرجع بنسكره بنكبسه تمام، وبدنا نلفه هلا نبرمه. هذا هو البرمة مبروم، وهيك لحتى نخلص الكل. وهذا هو البرمة، هيك بنبرمهم كلياتهم هيك مثل ما شايفين البرم بصير. خلصنا اول وحدة، هلا بنسكر مزبوط، بنلفها جنب رفيقتها هون النهاية مع البداية. هلا وبنلف سوا كلياتهم هيك لحتى نخلص هدول كلياتهم. هيك اللف بده يصير عنا، او البرم خلينا نسميه. هلا بنرجع بنشيل هاي لجنب رفيقتها لهونيك بعد ما نسكرها كمان. هلا هاي بدنا نشيلها على الصينية لهون. سلم اليدين ربي. بنص الصينية بنحطها. هاي سكرنا. هلا بنبرمه لهذا كمان للقضيب لحاله. هلا بس كبرت عنا الدويرة، كل قضيبه بقى بدنا نلفه نبرمه جنب رفقاته، بدنا نحطه جنب رفقاته. بنرفع القضيب هلا تمام، بدنا نحطه بالصينية بالعكس، بدنا نفتل فيه مشان ينزل معنا برياحة عنا، البداية مع النهاية تمام. ومنصفه هيك منرتبه يعني. وهلا بنعبي صينيتنا هيك واحد ورا التاني لحتى تتعبى كل الصينية عنا. هلا حطينا الصينية بالفرن مرفوع رف واحد، درجة وحدة بس عن الأرضية، على الأرض ما بصير تنحط. هلا مشغلين الفرن درجة حرارة 170، مشغله بس من تحت. بعد 10 دقايق بنشغله من تحت ومن فوق، ومنطلع عليها بعد نص ساعة بنشوف ايش اذا بدها وقت اكتر او لا، ولا تاخد معنا تحمير. يعني من 30 دقيقة لل 40 دقيقة بتاخد معنا شغل. وطبعا حاطين على وجهها سمنة، وفي الارضية لما حطينا البرمة كان في سمنة كمان، دهنين سمنة بالارضية، وحراف الصينية كمان سمنة مدهونة. نرجع بنشوفكم بعدين. وهيك بعد 3/4 ساعة شوي بالفرن 45 دقيقة احمرت معنا من فوق ومن تحت اكيد لما بنهزها. شوفوا كيف ما معلقة، الأمور كلها تمام. هلا بدنا نقطعها ونقطرها. التقطيع بدي يصير من النص لورا، تصليبي 4/4 بدها تتقطع. هيك التقطيع بيكون عشان يصيروا أصابع البرمة قد بعضهم تقريبا. هلا بنشيل قطعنا نشوف لون البرمة من تحت كيف، لونه رائع جدا. وهذا هو البرمة اللي على الأصول. هلا على التقطير بقى، قطرنا بارد ومنسقية هيك تسقاي هيك على كل الصينية. هلا هيك من برم الصينية لتشرب القطر كلياته. واللي بده يحط قطر سخن لازم تكون البرمة باردة. وهيك بنكون خلصنا البرمة. بينحفظ معنا 10-15 يوم في البراد، ما بصير عليه شي، بنحطه بتبرويل. وكلمة أخيرة، اطبخوا بفرح واستلذوا بأكلكم.